السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اولا وحشتوني كتير قوي بجد، ومتشكره جدا جدا ليكم وكل اللي كانوا كاتبين لي في الكومنتات. ما تغيبيش علينا تاني غصب عني والله. الكام يوم اللي فاتوا دول يمكن حتى في ناس حاسه وكاتبالي اني مش عارفه ليه، حساكي مش بخير، حساكي تعبانه، حساكي زعلانه. في الفيديوهين اللي فاتوا يمكن صوتي ما كانش بطبيعته، يعني ممكن شويه بس الحمد لله انا دلوقتي بخير، اطمنوا عليا. المفروض ان النهارده كان يبقى لايف، يعني كان مش متفقه يعني معاكم ان هو النهارده تحديدا، لا يعني المفروض كان الموضوع ده تحديدا اللي انتم مستنييني اتكلم فيه، وهو الخاص بتحاليل معينه عملتها هقول لكم كل حاجه عنها دلوقتي. كان المفروض يبقى لايف، بس انا حاسه ان انا لسه مش مستعده ابقى معاكم لايف دلوقتي يعني، فقلت خليه فيديو مسجل دلوقتي كده سريع اقول لكم المختصر المفيد، ولو انتوا بعدها حسيتوا ان انتوا عايزين تستفسروا فعلا عن حاجه تاني وانا اجاوبكم عنها بقى في قلب اللايف. الكرسي هو اللي بيزيق على فكره. لو حاسين اني عايزين برضو لايف واطلع واجاوب بقى في نفس اللايف على اي اسئله او اي استفسارات تكونوا انتوا حابينها، قولوا لي والله واكتبوا لي في الكومنتات، واحاول اطلع معاكم لايف في اقرب فرصه ان شاء الله قبل اي فيديو تاني يعني. مع ان في فيديو متصور ومركون لسه ما اتمنتجش يعني، بس مش عارفه يعني، انا تحت امركم. المهم تعالوا بقى نتكلم عن موضوع التحليل ده اللي انا عملته، وبصراحه يعني فرق معايا، بس هقول لكم فرق في ايه لحسن تفتكروه برضو الموضوع سحر. لا، هو الموضوع مش سحر. اولا انا الفتره اللي فاتت دي خسيت فيها، واكيد كلكم كنتوا لاحظتوا ان انا كنت من فتره تخنت قوي، يعني نفخت قوي، وقلت لكم ساعتها ايه السبب، يعني اللي متابعني اكيد عارف كان ايه السبب. فالمهم كنت ساعتها بقى رحت جيم، ورحت دكتورة تغذية كان برضو في نفس الجيم، وكانت ساعتها منعتني من الرز ومكرونة لا بطاطس، لا رز ومكرونة وشوفان وعيش، اي عيش بقى، اي دقيق يعني. الشوفان كان برضو من الحاجات الممنوعة والرز الممنوعة، تمام. ومنعت دول، وبقيت باخد النشويات بتاعتي من البطاطس او البطاطا، بطاطس وبطاطا بس، تمام. اتضح ان انا ممنوعه كمان من البطاطس بقى لما عملت التحليل ده، يعني التحليل ده بين لي ان انا ممنوعه بقى من البطاطس. المهم بقى قبل ما اعمل التحليل ده، الفتره اللي انا كنت مستبدله فيها الرز او اي نشويات يعني عاديه، وانا بصراحه من عشاق الرز، بحب اكل رز كتير قوي، فكنت مستبدلاهم بالبطاطس، كنت عماله بتنفخ اكتر وكنت بتخن يعني، او ممكن اكون ثابته، يعني يا ثابته يا بتخن. فالمهم اتاري البطاطس بقى والبيض اللي كنت باكله كل يوم، ممنوعه من البيض برضو، كنت باكل يوميا بقى بيض، يعني بفطر بيض مسلوق قبل ما انزل الجيم. فالمهم المهم في الفتره دي انا قعدت يمكن مثلا بتاع قرب الشهر ماشيه على النظام ده، ويمكن كمان ما كنتش كملت في الجيم الاولاني، ورحت قلت لكم ساعتها السبب يعني، ورحت جيم تاني وكده، وبرضه ما بخسش، تمام. وعلى طول بقى معدتي منتفخه لدرجه عامله لي انتفاخ كده في جنابي يعني بصوا كانت لا يعني كنت تعبانه قوي في الفتره دي، تمام. فالمهم كانت الدكتوره بتاعه يعني دكتوره التغذيه اللي كانت في الجيم اللي كنت قايله لها، اللي كنت يعني متابعه معاها، هي بس كان يوم الكشف يعني، ما فيش بعد كده، ما رحتش تاني. كانت قالت لي في حاجه بتتعمل اسمها بصمه غذائيه. لما انا قلت لها يعني مش هقدر امنع الرز، قالت لا نعمل البصمه الغذائيه بقى. فالكلمه علقت معايا، يعني هي ما طلبتش مني اعمل التحليل بصراحه يعني حقيقي، بس الكلمه علقت معايا لما لقيت نفسي عماله اتعب اكتر، وعمال على طول عندي انتفاخ، وعلى طول مش قادره وتعبانه وما بخسش، وفي حاجه مش مظبوطه عندي، زي ما يكون حالتي كانت بتسوء اكتر، وبدات تظهر عندي اعراض كده تعب اشد، يعني ما بقتش برتاح، لا بقيت بتعب اشد. فالمهم موضوع البصمه الغذائيه دي بقى علقت في دماغي، انا هقول لكم كل حاجه بالتفصيل عنها، اوعوا بس تاخدوا الكلمه وتطلعوا تجروا لا استنوا، عشان هوضح لكم حاجات كتير قوي فيها. المهم البصمه الغذائيه دي التحليل بتاعها سعره يمكن تستغربوه شويه، بس المهم هو التحليل بيجي في كتيب كبير زي اللي انتوا شايفينه ده، يعني كتيب كده، تمام. وبيتعمل بيجي معاه حاجات كتير، يعني اوراق كتير بيجي معاه زي الكتيب ده، بيبين لنا بقى
بصوا هو بيبقى فيه كلام كتير وطبعا صعب يعني اقراه لكم كله، فالكلام ده بيوضح لك تاكلي ايه وما تاكليش ايه وتعملي اكل ايه مع ايه، لدرجه اعمل لي جدول للاكل، مثلا اكل ايه على الفطار وعلى الغداء وعلى العشاء. بس خلينا صراحه انا مش ملتزمه بالجدول ده. ليه بقى؟ لانه يعني في حاجات كده حاساها زي ما تكون ايه صعبه عليا. يعني انا بحاول ادور على الصفحه وفيها الكتيب ده برضو في اسئله بقى ناس تانية سالتها وفيها اجاباتها، يعني الاسئله الشائعه يعني فيها سين واجاباتها، يعني فيها السؤال واجابته وفيها دليل المريض. المهم هقول لكم بس حاجه احسن كل اللي عايز يخس يفتكر اني اروح اعمل البصمه الغذائيه عشان امنع الاكل اللي المفروض امنعه فاخس. لا خالص خالص، هو ملوش دعوه بالخسسان. هو انا خسيت كده هقول لكم ازاي برضو، اصبروا عليا. التحليل ده لازمته ايه او مين اللي يعمله؟ يعني مين اللي يعمل التحليل ده او هيفيد مين؟ اللي عنده مشكله مناعيه. بصوا مش هشغل بالي الاول بدي وهكمل لكم. بيجي معاها ورق زي ده كده يبقى مكتوب فيه برضو مسموح لكم بايه وممنوع ايه اهو، يعني حاجات مسموحه وحاجات ممنوعه. فيها نسخه بقى، يعني النسخ دي كلها، يعني دي نسخه اهي واللي شفتوها دي، وفي ورقه زي كده. ثواني عشان اهم حته هقولها لكم دلوقتي. في زي صفحه كبيره كده فيها تقريبا اغلب انواع الاكل اللي احنا بناكله، يعني عشان تعلمي عليها اللي مسموحه لك تعلمي عليها واللي مش مسموحه لك، وتقدري مثلا تعلقيها في اي جنب في المطبخ عشان تفضلي فاكره تاكلي ايه وما تاكليش ايه. دي نسخه انجليزي. المهم اهم نسخه بقى في النسخ دول مش موجوده. ليه بقى؟ عشان كنت واخداها ورحت لدكتور تغذيه في القاهره، قلت لنفسي بقى ايه اروح لحد ايه يريحني بقى. ليه؟ لان انا ممنوعه. قبل ما اقول لكم ممنوعه من ايه هقول لكم مين اللي يعني هيستفاد لو عمل تحليل زي ده. اللي عندهم امراض مناعيه، اللي عندهم اجسام مضاده بتنشط من اكل معين. ليه بقى؟ لانه بيحصل ارتشاح في الامعاء. ده انا يعني قريت كتير عن الموضوع ده بقى. في ناس بيحصل عندها ارتشاح في الامعاء، في ناس بيبقى عندها مرض اسمه السليولاك تقريبا، بس انا ما عنديش ده. انا عندي اجسام مضاده. الاجسام المضاده دي بتنشط نتيجه اكل معين، لما باكله بتنشط اكتر. فلما عملت التحليل ده ومنعت الاكل، الهجمات قلت بتاعه المرض. الانتفاخ اللي على طول كان بيبقى عندي في بطني وده ما كانش بيبقى طبيعي بالنسبه لي، يعني هدي الحمد لله بقى احسن بكتير. اي نعم في حاجة تانية يعني كنت باخدها وهي مش موجودة في التحليل من الممنوعات، بل بالعكس هي من المسموحات، بديلة للبن. يعني انا ممنوعة من اللبن، الحليب وكل مشتقاته طبعا، الزبدة وكل الجبن والحاجات دي. فالمفروض البديل ليه ايه؟ لبن اللوز او لبن جوز الهند. فدول جربت لبن اللوز وجوز الهند، اتاكدت ان لبن اللوز هو اللي بيعمل لي انتفاخ، فخلاص ده بالنسبه لي برضو منعته. يعني شوفوا على الرغم انه مش مكتوب في التحليل بس اكتشفته مع الاستعمال فمنعته. الاهم من ده بقى ايه؟ هقول لكم الاول برضو الحاجات الممنوعه بالنسبه لي. الدقيق بكل طبعا انواعه بقى، دي اسمر دي ابيض، الرده، يعني القمحه كل اللي طالع منها. القمح بقى لو خدتيها وهي قمحه عملتيها بليله، لو اتطحنت خدنا منها الدقيق الابيض، خدنا منها الدقيق الاسمر، خدنا منها الرده، كل ده ممنوع. تمام؟ يبقى الدقيق او من اول مرحله القمح ممنوع. الذره ممنوع، دقيق الذره، نشا الذره، اي حاجه ليها علاقه بالذره، ذره مشوي، اي حاجه ليها علاقه بالذره ممنوعه. الحليب وكل مشتقاته بقى، الجبن كلها بانواعها، الزبده، الحليب طبعا والزبادي والحاجات دي كلها، اي حاجه داخل فيها حليب لا. الكريمه طبعا اكيد، الكريمه منعت منها فدي برضو ايه ممنوعه. ايه تاني يا ربي؟ الفول، البسله، الفاصوليا البيضاء، الفاصوليا الحمراء، الفاصوليا الخضراء مسموحه، تخيلوا. ايه تاني ممنوع؟ يعني حاجات كتير قوي بصراحه. البطاطس ممنوعه منعا باتا برضو. البندق والفستق والكاجو. اللوز مسموح، يعني اللوز عادي. والفول السوداني ممنوع، السوداني ممنوع. لب عباد الشمس ممنوع. حاجات كتير قوي بصراحه بس مش فاكراها دلوقتي. ليه بقى مش فاكراها؟ فوتكوا بقى في الحته دي. ليه مش فاكره بقيه الحاجه دي؟ لان النسخه اللي مكتوب لي فيها بقى بيبقى مكتوب مربع كده بالاحمر ان ده
قدامه الحاجه الممنوعه، والمربع بالاخضر دي مسموحه. تمام. فالتحليل ده ما قدرتش احفظه لانه كذا صفحه بقى، فكنت كل ما انسى او عايزه افتكر دي ممنوعه ولا مسموحه كنت برجع للجزء ده او النسخه دي. النسخه دي حاليا بقى مش معايا. ليه؟ اتنست في عياده الدكتور بتاع التغذيه اللي في القاهره لما رحت له. الدكتور ده انا ما رحتلوش تاني، النسخه دي نسيتها عنده في العياده وما رحتش تاني من ساعتها، ومش هروح يعني، وخدت قرار مش هروح. ليه بقى مش هروح؟ اولا احنا طلبنا النسخه دي تجيلنا قبل ما انسى، وتجيلنا يعني عن طريق شركه شحن، ولحد دلوقتي ما جاتش. انا يمكن كان تاخيري برضو للفيديو ده اني كنت مستنيه اصورها يوم الاثنين اللي فات، لان العياده دي ما بتفتحش الا يوم اثنين بس، فالمفروض انه كانوا يبعتوها لنا مع شركه شحن يوم الاثنين اللي فات، اللي هو النهارده ايه؟ النهارده الثلاث، النهارده الاربعاء، وما اتبعتتش برضو. فعشان كنت عايزه اوريها لكم لان هي دي اهم نسخه. المهم دكتور التغذيه ده لما رحت له، انا رحت له بهدف ايه؟ انا دلوقتي واحده بتقوم الصبح، انا مش رايحه عشان اخس وبس، كده كده انا مقلله اكلي وهخس، وبنزل جيم على فكره، يعني بنزل جيم اي نعم انا مش ملتزمه فيه قوي يعني، بس ايه احسن من ما فيش يعني، احسن من اني ما بنزلش خالص. فالمهم لما رحت للدكتور ده، رحت عشان خاطر بقوم الصبح عشان افطر، ما ببقاش عارفه افطر ايه. الفول ممنوع، البيض ممنوع، الجبنه ممنوع، اللبن ممنوع. طب حتى ماشي الشوفان مسموح، بس خلاص لبن اللوز بقى بيعمل لي انتفاخ، هو لبن جوز الهند، واللبن ممنوع، فمش هاخد شوفان، مش هعرف افطر ايه. ما انا ما بقتش عارفه افطر ايه. بقيت بفطر ايه؟ تخيلوا، بفطر تمر، باخد 7 تمرات، وساعات بصراحه بيوصلوا ل9 وساعات بيوصلوا ل11 لما ببقى جعانه قوي ونايمه جعانه، وبحشيهم لوز. يعني مش معقول هكمل يعني كده. المهم ما علينا يعني، مش جايه احملكم همي. المهم ببقى مش عارفه افطر ايه، ببقى هتجنن. تمام. فرحت قلت ايه، اروح لدكتور تغذيه اشرح له حالتي، واشرح له اللي انا فيه، واوري له التحليل اللي انا عملته يعني. اكيد هيساعدني يعني. حتى هنا على فكره كاتبين في التحاليل، كاتبين اني من الافضل ان احنا نتابع مع دكتور تغذيه مختص عشان يقدر يساعدنا ناكل ايه وما ناكلش ايه، ويعوضنا بالفيتامينات. ركزوا معايا بقى في الحته دي، ركزوا معايا، يعوضنا بالفيتامينات اللي بنفتقدها من الجلوتين اللي موجود في دي، لان الجلوتين ده فيه فيتامينات على فكره جسمنا بيفتقدها. يعني انا تعبت، انا بقالي مثلا ممكن يكون شهر ونص او اكتر عايزه اشوف التاريخ. هو للاسف ما عليهاش تاريخ، التحليل ما عليهوش تاريخ، بس يعني انا حاسه ان يبقى لي مثلا بتاع شهر ونص مثلا او شهرين منع الحاجات اللي هي ايه ممنوعه عني. فالمهم ان الجلوتين فيه فيتامينات معينه احنا كده منعينها ما بناخدهاش، انا يعني منعاها ما باخدهاش، فالمفروض باخد فيتامينات معينه من بره خارجيه تعوضني عن اللي انا ما باخدهوش. تمام. فالدكتور ما كتبليش اي حاجه. منع اللبن، الكالسيوم اللي فيه وحاجات فيه المفروض اخد حاجه تعوضها، ما باخدش. يعني الحاجات بقى البروتين النباتي اللي في الفول واللي في الحاجات التانية دي اللي انا ما باخدهاش برضو المفروض تتعوض. يعني المهم ان في فيتامينات معينه، حتى مكتوب هنا اني اتوجه لدكتور تغذيه يساعدني في اني اخد اللي جسمي بدأ يفقده، يعني لدرجه ان انا حاسه ان انا فعلا بدات اتعب بس من قله نقص فيتامينات معينه عندي، يعني بدات احس باعراض تانية. بس عايزه اقول لكم حاجه، اول ما منعت الحاجات اللي كانت المفروض انها ممنوعه وما اخدهاش كنت حاسه اني مرتاحه جدا، يعني مرتاحه يعني الحمد لله. بس دلوقتي هروح عند حد ان شاء الله، لو تعرفوا حد كويس رشحوهولي لحسن انا خلاص تعبت. المهم ان الدكتور اللي انا رحت له في القاهره ده على فكره مشهور جدا جدا، وعايزه اقول لكم بيروحوا له ناس مشاهير والله العظيم. ومع ذلك لما رحت اداني ورقه. بصوا يا جماعه، انا كنت داخله العياده وقايله لبنتي ايه، انا هخش لو اداني ورقه مطبوعه بيديها لاي حد انا مش جايه العياده دي تاني. قالت لي لا مش هيعمل كده ان شاء الله. ليه بقى؟ واثقين فيه، يعني بيروحوا له ناس يعني كبار، فلا ده اسمه مسمع. فالمهم اداني ورقه فعلا، سحب ورقه من قدامه مطبوعه وادهاني، كان الفطار فيها عباره عن ايه؟ يا بيض يا فول يا جبنه يا مش عارف زبادي وعيش، ربع رغيف مش عارفه او نص رغيف. وقلت له دكتور، يعني لما اداني الورقه الموضوع قلت له دكتور انا جايه عشان اعرف افطر ايه، انا ما فيش ولا حاجه من اللي في الفطار دول افطرهم. قال لي طب انت مسموح لك ايه؟ ما انا مش عارف.
طب ما انا جايبه التحليل ليه وعامله التحليل ليه؟ رحت قلت له طب انا مسموح لي البطاطا مثلا، قال لي حلو نبقى نفطر بطاطا. قلت له طب مسموح لي الشوفان بس ممنوعه من ساعتها، ما كانش لسه بقى اكتشفت ان لبن اللوز بيعمل لي انتفاخ، ممنوعه من الشوفان. قال لي طب هنسف الشوفان؟ قلت له مسموح لي بلبن اللوز. قال لي طب خلاص حلو يبقى 3 معالق شوفان مع شويه لبن لوز او جوز هند. فاكتشفت بقى انه بيعمل انتفاخ فبطلت. فالمهم اكتشفت ان انا ماشيه مع نفسي عادي جدا، وبقيت يعني هجيب بقى فيتامينات وحاجات واخدها، يا اما اروح لحد يعني مختص وبيفهم اكتر. المهم اللي انا عايزه اوصله لكم عشان لو حد عايز يستفاد، لاني قريت كومنتات كتير ان ايه لا اشرحي لنا اكتر وفهمينا اكتر، يمكن حد حالته مشابهه لحالتك. حبايبي لو في حد يسمع حتى ان حد جاره عنده مشكله امراض ذاتيه، يعني مناعيه او مناعه ذاتيه، اسمها مناعه ذاتيه، يعني عنده اجسام مضاده بتنشط بتهاجم الجسم نفسه، التحليل ده حلو جدا ليه؟ لان ده مكتوب حتى كده، يعني مكتوب في التحليل من جوه. بس يعني المره الجايه لو طلعنا لايف ان شاء الله اقعد اقرا لكم جزء منه. مكتوب ان هو يعني حلو للي عندهم امراض مناعه ذاتيه، لانه بيقلل هجمات المرض، فممتاز في الحاله دي. هو ده اللي يعملوه. فبالنسبه بقى ان انا خسيت كده ازاي؟ خسيت كده بسبب اني بقوم الصبح قبل ما اروح الجيم باخد التمر باللوز، واخد فنجان القهوه بقى بعد التمر يعني، وانزل اروح الجيم. تمام. وطبعا الجيم مش كل يوم، والله ده انا قعدت مره غايبه شهر من الجيم، بس يعني وهو يعني بروح يوم او يومين لا، او ساعات يومين او يوم لا، مش ملتزمه قوي، بس احسن من ما فيش. فالمهم لو رجعت بقى من الجيم باخد وجبه بروتين، وغالبا باخدها حاف. يعني الاول كنت باخد معاها بقى فلفل الوان، كنت مدلعه نفسي ومهتميه بنفسي في الاول، مش عارفه ليه، زي ما تقولوا ايه، اصابني كسل من ناحيه نفسي، مش عارفه ليه. ما بقتش بقى بهتم قوي بطبق الحاجات الملونه، الفلفل الالوان والحاجات دي. ممكن اخد البروتين كده لاني بحس ان انا بقيت باكل يعني ايه من غير نفس، فبقيت باكل البروتين بس كده عشان عايزه مثلا اخد علاجي او حاجه وخلاص. فطبيعي واحده زي غصب عنها لازم تخس. اي نعم باكل فاكهه، باكل موز كتير مع ان الموز بيتخن، بس اهو يعني عايزه اقول لكم ان انا لو قللت شويه من اكلي للموز، وقللت شويه من اكلي للتمر باللوز بتاع الصبح ده، واحيانا كمان بعيدها تاني بالنهار او اخر النهار، الاقي نفسي جعانه فمش عارفه اكل ايه، ما عنديش حاجه مناسبه، فاقوم جايبه علبه البلح واللوز واقعد اكل بلح ولوز تاني. لو قللت منهم انا كان زماني خسيت اكتر من كده بكتير. بس ده ما يمنعش ان انا خلاص داخله في 10 كيلو خسسان. فال10 كيلو حقيقي فارقين معايا كتير، بس مش فارقين نتيجه التحليل ده وبس، فارقين نتيجه ان انا يعني خلينا صراحه يعني ببقى قاعده بالجوع برضه يعني في حاجات مسموحه لي، بس ايه يعني عارفين اللي هو ماليش نفس اكل يعني الفراخ كده حاف، ولا يعني مش عارفه، او يمكن مثلا مش عارفه اقولها لكم ازاي يعني مثلا ممكن ابقى بعمل حواوشي وشم ريحه الحواوشي واقعد انا اكل بطاطا مشويه عشان العيش. حبايبي ربنا يا رب يا رب يديكم الصحه والعافيه كلكم. المهم اقول لكم المختصر المفيد واللي فيه افاده ليكم ان شاء الله. التحليل ده اللي انا عملته اسمه البصمه الغذائيه، مش حساسيه الطعام. في تحليل اسمه بالفعل حساسيه الطعام، انا كنت عملته مش هكدب عليكم يعني من كذا سنه. بيبين لك ايه بقى حساسيه الطعام؟ بيبين لك اعلى حوالي 4 أو 5 أو 6 أصناف هم اللي بيسببوا لك اعلى حاجه في الحساسيه دي. يعني مثلا لما انا كنت عملتها وقتها، عشان هنا رقم 1 بالنسبه لي الحليب بكل منتجاته بقى، طبعا بالجبن بالحاجات دي، فكان طالع عندي الحليب. وانا ساعتها قعدت اقول ايه ده، ما انا بشرب لبن وما بهرش يعني ولا بيجري حاجه، ازاي يعني عندي حساسيه حليب، ازاي عندي حساسيه من اللبن؟ وكان من ضمن الحاجه البيض، وانا بالفعل دلوقتي عندي بقى من بياض البيض. يعني بص هقول لكم حاجه، التحليل مبين ان عندي مشكله من بياض البيض، تمام، والصفار لا، لدرجه ان من ضمن الحاجات اللي مكتوبه افطر بيها الصبح شكشوكه بالصفار، يعني شكشوكه بصفار البيض. لما عملت الشكشوكه بصفار البيض كنت بموت والله العظيم، عشان هي بصفار البيض لوحده، والصفار تقريبا بقى رفع الكوليسترول، وانا الكوليسترول عندي عالي ما اعرفش، كنت بموت لما اكلت الشكشوكه دي. وقلت بس مش هاخد صفار مش عايزه ولا بياض ولا صفار، ولا عايزه البيض كله، وفعلا منعت البيض كله. فالمهم حساسيه الطعام بينقي اعلى انواع
بتأثر عليكي وبتعمل لك حساسيه وبيظهرها لك. لكن بصمه الطعام ده بيظهر حوالي 220 مش عارفه ولا 240 حاجه زي كده، مش متذكره قوي يعني، هو فوق ال 200 يعني 220 240 حاجه كده نوع طعام. متخيله لما يظهر لك 240 نوع طعام ايه فيهم بيعمل لك حساسيه وايه فيهم ما بيعملكوش حساسيه. ومش معنى الحساسيه ان احنا مثلا بيجي لنا هرش او بنطلع بقع او بيحصل لنا حاجه او كده، لا، ان جسمنا بيتحسس منه، ان ممكن يحصل لنا نشاط للمرض او نتعب او يحصل في المعده انتفاخات. عايزه اقول لكم في ناس بتعاني، يعني ربنا يشفي عن الجميع، من انتفاخ على طول بسبب اي اكل تاكله معين وما بتبقاش عارفه ده من ايه، او جسمها نفسه بينتفخ ورجليها بتورم. انا كنت رجليا بتورم برضو والله، وكنت بحس ان جسمي كله منفوخ ووشي منفوخ. ف ده بسبب الاكل فعلا. يعني اما بنمنع الحاجات اللي غلط ناكلها دي بسبب برضو يعني التحسس من الطعام من نوع معين. المهم نيجي لاصعب حته، ويمكن مش حابه اقولها والله عشان ما ازعلش حد، بس لازم اقولها عشان مش عايزه حد ينزل من البيت ويتعب نفسه ويروح يقول عايز اعمل بصمه الطعام ويتفاجئ بالرقم اللي هيتقال له. يعني هو بصراحه التحليل ده مش فاكره كان ب6 ولا 6,400 او حاجه كده، وكان عندي نقط كتير عشان بقى بعمل تحاليل كتير، كان عندي نقط متحوشه كتير، فتعمل لي خصم بقت ب5 وحاجه، 5,700 5,600 5,5. يعني لو عندكم نقط مثلا في معمل معين بتتعاملوا معاه ويعني متجمعه لكم، ممكن بعد الخصومات بتعمل 5 وشويه زي ما بقول لكم 5,5. لو ما فيش هيبقى التحليل معدي 6. وقت ما انا عملته انا عاملاه بقالي يمكن يا شهر ونص يا اكتر بصراحه. انا هدور اشوف يعني هفتش كده اشوف انا عملت يوم ايه بالظبط. في تحليل تاني كنت عاملاه معاه، يعني ده طالع في فايل عادي مش في الفايل ده، يعني ده ملوش علاقه بالفايل، ملوش اسم حاجه معينه على فكره، احسن بس حد يفتكرني بعمل حاجه. لا ده معلهوش يعني حاجه معينه ولا حتى تاريخ، لا معلهوش تاريخ ده. بس فيا رب اكون قدرت افيدكم، يا رب اكون يعني خطر في بالي اي سؤال تكونوا كنتوا بتسالوا عليه عشان اجاوب عليه. ولو في حاجه بتدور في ذهنكم وانا ما جاوبتش عليها اكتبوا لي في الكومنتات، واوعدكم ان وقتها لو حسيت ان الموضوع فعلا محتاج لايف هطلع معاكم لايف. بس انا يمكن ما بحبش اطلع لايف لان بحس ان اللايف بيطول قوي، ممكن بيوصل لساعه، وفي ناس بتتعب يعني ناس بتزهق وتمل. فقولوا لي لو انتوا حابين عشان نوضح اكتر، حتى لو العدد قليل اللي هيستفاد برضو قولوا لي وهطلع معاكم ان شاء الله والله لايف. بس يعني اكيد مش بكره ان شاء الله، يعني ممكن على بعد بكره او على يوم السبت ان شاء الله. يا رب اكون قدرت افيد حد، واللي حاسس ان تكلفه التحليل ده تقيل عليه ممكن يعمل تحليل حساسيه الطعام. يعني حساسيه الطعام سعره معقول مش عالي، وفي نفس الوقت بيبين لنا برضو اشد انواع بتسبب لنا اذى وتسبب لنا متاعب في جسمنا من الاكل ده. نقطه مهمه جدا قبل ما اختم معاكم بقى، هل الاكل ده انا همنعه العمر كله او مدى الحياه؟ لا خالص اطلاقا. مكتوب هنا في التحاليل، ما هو ما فيش بقى دكتور يعني قال لي اجتهاد ذاتي، كل ده مكتوب في التحاليل هنا او في الفايل، يعني ان احنا بنمنع الاكل ده لمده 3 شهور. تمام، بس بنبقى ملتزمين جدا، مفيش حاجه اسمها تعزمنا او خرجنا. الحمد لله ولادي بيحيوني بيقولوا لي تحيه كبيره، يعني عشان كتر التزامي، يعني مهما تعرض لخروج او سفر او رحله او بتاع، ومهما اكون جعانه ومش لاقي حاجه مناسبه، عايزه اقول لكم سبت علبه بلح في العربيه. حطيت علبه بلح في العربيه. المهم فخلوا عندكم اراده 3 شهور دول، وبعد كده حاطين لكم هنا بقى جدول، يعني او انتوا بقى اعملوا جدول لو عملتوا حساسيه الطعام لوحده، مش الغالي ده. حاطين جدول هتدخلوا اول نوع طعام، بس مش تختاروا بقى اللي اعلى حاجه. يعني مثلا انا عندي هنا اعلى حاجه الحليب اللبن، انتوا اختاروا اهدى حاجه. يعني اكتر حاجه بيبقى مكتوب الارقام جنبها على فكره، ده بالاحمر بس مكتوب نسبته، يعني مثلا 100 وكذا بيعمل لي تحليل، بيعمل لي ولا ايه تحسس كذا، النسبه عاليه. فانتوا اختاروا نوع متوسط، فتعملوا اختبار بقى ان انتوا تاخدوا النوع ده وتشوفوا حصل لكم مشاكل
بعديه ولا لا. ما حصلش مشاكل خلاص هتبتدوا تدخلوه بقى عادي وتاكلوه عادي وتتعاملوا معاه عادي مدى الحياه ان شاء الله، ومش هيسبب لكم مشاكل، بتكون المعده تعافت بقى منه. عايزه اقول لكم ان لازم نتابع دكتور بيكون بيفهم ويدينا ادويه تريح المعده فعلا في الفتره اللي احنا قاطعين فيها الاكل. بس دي النقطه دي انا مش يعني انا مفتقداها، يعني انا منع بس الاكل وخلاص، ما باخدش حاجه يمكن دلوقتي تريح المعده. المهم لو حصل بقى مشكله بعد ال3 شهور دول ودخلنا نوع من الطعام ده اللي احنا منعينه وحصل مشكله، لا خلاص بنركنه بقى على جنب، مش بناخده تاني، وبنقعد بعدها مش عارفه اسبوع او اسبوعين، مكتوب كده في التحليل يا اسبوع يا اسبوعين، بنقعد بعدها الفتره دي ما بناخدش انواع تاني ممنوعه. بعد الفتره ما تعدي ندخل نوع تاني جديد ممنوع، ونشوف جسمنا تقبله ولا ما تقبلهوش. لو جسمنا تقبله خلاص هناخده بعد كده على طول، ما تقبلهوش خلاص هنعرف ان ده لا مركون بقى على جنب خلاص. فهو الموضوع هو ده موضوع يعني، وهي دي قصتي عشان انتوا قلتوا لي شاركينا انت يعني عامله ايه وكده. فكان طبيعي بقى من اللي انا عاملاه ده اخس كده طبيعي يعني مع نفسي. بصوا عشان برضو تبقوا عارفين ومتابعين، انا كنت 100 انا يعني اقصى وزن وصلت له 101 و700 جرام، متخيلين؟ انا دلوقتي 93 كيلو خلاص هانت يعني، قربت ابقى 91 و700 جرام وابقى 10 كيلو فخلاص هانت وانا عايزه اقول لكم مش بصوره ملحه قوي التخسيس بالنسبه لي، يعني مش بدليل ان انا بروح الجيم على سطر وبسيب سطر بس هي جايه من عند ربنا بقى. يعني الهدف الاساسي مش تخسيس والله، الهدف الاساسي يعني اريح جسمي شويه من التعب اللي كان فيه. بس الحمد لله انا دلوقتي كويسه، اطمنوا عليا وما تقلقوش خالص، وربنا يديكم الصحه والعافيه يا رب كلكم، ويشفع عن مرضاكم يا رب، اللهم امين. بس مش هطول عليكم اكتر من كده بقى، اسيبكم في حفظ الله. وزي ما بقول لكم لو في اي حد عنده اي استفسار اكتبوا لي، وانا هطلع لايف مخصوص عشان ارد على كل الاسئله اللي هتكتبوها في الكومنتات. يعني هطلع لايف مخصوص ماسكه مثلا الموبايل كده في ايدي وارد على كل الاستفسارات عشان ما انساش ولا رد. خلاص بحبكم جدا في الله، هتوحشوني. ادعوا لي دعوه حلوه بقى من قلبكم كده، وان شاء الله ربنا يستجيب لكم. وانا بدعي لكم والله عن ظهر الغيب ان شاء الله، ولكم مثلها اللهم امين. فربنا يتقبل منكم كل دعواتكم الحلوه ليا اللهم امين، وبحبكم جدا في الله، واسيبكم في حفظ الله، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.